أكيد مش كلنا مستعدين ندفع مبالغ زي اللي ظاهرة قدامك على الشاشة دي لمجرد شراء برنامج ممكن نستفيد ببرامج أحسن منه مجانا. النهاردة جايب لك واحد من أفضل البدايل لبرنامج إنترنت داونلود مانجر. كمان هنحمله وهنقارن ما بينه وما بين IDM مقارنة سريعة. قبل ما نبدأ ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو لأكبر عدد من الناس. يلا بينا نبدأ. مرة تانية من غير رغي كتير على طول هتدخل على اللينك اللي سايبهولك في الديسكريبشن أو أول تعليق مثبت. مجرد ما تفتح اللينك هيظهر معاك الواجهة دي، على طول هتدوس على جيت اب. بعد كده هتختار اذا كنت ويندوز او لينكس. بعد كده هتدوس على دايركت داونلود اي مباشرة هيبدأ معاك التحميل فوق. ملف حجمه تقريبا 64 ميجا بايت. بمجرد ما ينتهي التحميل هيظهر معاك الملف بالشكل ده كده. هتقدر تسطبه عادي جدا. هندوس نيكست. بعد كده هتدوس اي اجري. بعد كده هتدوس انستول. رجعت لكم مرة تانية بعد ما خلص تحميل. اول ما يكتب لك كومبليت بالشكل ده كده هتدوس على نيكست. بعد كده هتدوس على فينش. هيظهر معاك الايقونة دي على سطح المكتب. هو ده كده البرنامج. هتفتحه عادي جدا. نجربه مع بعض. طبعا زي ما انت شايف ده الفرق ما بين شكل التطبيقين. اظن ان اي بي داونلود مانجر اشيك بكتير بصراحة. هنيجي لاخر اختبار فعلي ما بينهم وهو استهلاك موارد الجهاز. هنفتح تاسك مانجر. بعد كده هنبدأ الاختبار باي بي داونلود مانجر. زي ما انت شايف هو ساحب من الرامات حوالي 200 ميجا بايت واستهلاكه للبروسيسور تقريبا صفر. معنى كده انه تقريبا ما بيعملش اي ضغط على الجهاز اثناء عمل. وحتى لو سيبناه شغال في الخلفية فهو مش مؤثر نهائيا على اداء الجهاز. هنقفله وهنتأكد تماما ان احنا قافلينه حتى من التاسك مانجر. كده هو مقفول تماما. هنجرب بقى IDM ونشوف استهلاكه من الرامات. IDM يا جماعة ملوش منافس. تقريبا حوالي 6 ميجا بايت بس من الرامات. حرفيا انت لو سبته شغال في الخلفية 24 ساعة مش هتحس بأي فرق. ودي من ضمن مميزات IDM على فكرة. في نهاية الفيديو أحب أعرفك حاجة واحدة. IDM ملوش منافس ولكن ليه بدايل. على سبيل المثال شفنا بديل النهاردة وكان كويس مفيش بأس بيه. إلى حد ما شغال. وللأسف ما قدرتش أعمل اختبار سرعة التحميل. بس بدون شك IDM هيفوز باكتساح. بفكرك لتاني مرة إنك تحط لايك وسبسكرايب وتشارك الفيديو لأكبر عدد من الناس عشان الفيديو ينتشر. وإلى اللقاء في فيديو قادم وأشوفكم في أقرب وقت إن شاء الله.